السلام عليكم الإخوان، فيديو جديد. اليوم ننقل لكم الأثمنة من عند الفلاحة مباشرة، من عند الفلاحة، أي ماشي من السوق، من عند الكسابة. حنا دابا تنتواجدو في الديور ديال الفلاحة، ونعطيكم الأثمنة إن شاء الله ديال الحولي ديال العيد. هاد الحولي هذا موجدينو للعيد. أثمنة طالعة شوية، كاين الغلاء بالنسبة لهاد السلعة، حاطها مولاها تبارك الله. راه فيها البرقية والسردية، والأثمنة راهم قالك تيتراوحو في الأعمار، زعما مثلا الصغير ناقص شوية على الكبير، والسردي راه ماشي بحال البرقي. بحال هاد السلعة هادي طالب فيها مولاها يتراوح الثمن ما بين 110 120 110 120. كاينة الإخوان هاد السلعة هادي برقية. هادي بالنسبة للأخرى راه رومية ماشي برقية. برقية هي اللي وجهها أحمر. هادي كاينة تتواجد في المنطقة ديال صفرو، وحوالي 60 خروف. بالنسبة للثمن تيتراوح ما بين 3000 حتى 3500 حتى 4000 درهم. هادي السلعة ديال الجبال، هادي تتاكل غير الربيع، حاجة مزيانة والجودة. بالنسبة لمولاها راه قال لي سنان الحليب هادي ديال هاد العام. هادي سلعة مليحة تبارك الله. والإخوان راه الثمن كاين، ميجيكمش هاد الثمن غريب. راه السوق طالع شويه، ونتمناو من هنا العيد يكون شي انخفاض، حيت دابا هادشي تيدور. وبالنسبه لدابا هاد الاثمنه راه عند الفلاحه الاخوان، راه السلعه راه دخلت للسوق، راه تيولي ثمن اخر. وكاين هاد النوع هاد الاخوان عاوتاني حتى هي برقيه، سلعه مليحه تبارك الله. هادي تطرعى وتتاكل في العشيه شويه العلف. المهم الاخوان راه هادي راه فيها اللحم، تتكون واحد الجودة ديال اللحوم تتكون مزيانة. بالنسبة للإخوان حتى هادي راه تتراوح ما بين 4000 درهم حتى 5000 درهم. كاينة الإخوان هاد السلالة هادي ملكية، هادي ديال هادو حوليات سنان الحليب ديال هاد العام. هادي الإخوان اللي بغا يكسب، اللي بغا يطلع سلالة نقية، هاد السلالة تبارك الله غنية عن التعريف، والثمن ديالها 3000 درهم الحولية. كاين الإخوان هاد الماعز بالنسبة للناس اللي يذبحوا جدي في العيد. كاين هاد الجديان هادو تما للبيع جملة، هادو النواحي ديال أزيلال، سلعة مليحة تبارك الله. والناس ديال المرض الله يشافيهم، ديال الناس المرض السكري راه ياكلوا هاد النوع ديال الجديان. تا هما الثمن ديالهم طلع شوية، هادو وليدات ديالهم الثمن طلع شوية تاو في الجديان. ونتمناو الله يدير خير من هنا العيد، يكون شي انخفاض والسوق ينزل شوية. اخوان، طاب يومكم، في فيديو قادم ان شاء الله. درنا نظرة خفيفة على السوق من عند الفلاحة. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.